وانا بحب ارسم، حلو. ومش عايز كل حاجه الواحد بيعملها بيطلع منها بتجربه. انك تبقى فنان هي مش ملهاش طريق، ملهاش سكه. ثانيه فن واحده، يعني ايه فنان؟ يعني ايه فنان؟ يعني ايه فنان؟
انا ما اعرفش، لكن اتقال لي الموضوع كتير. ايه المشكله ما بين الاثنين؟ هو اتعرض عليا، بس انا يعني لظروف الكليه وكده ما قدرتش ان انا ابقى شغال فول تايم. بس طبعا الفول تايم مضمون الى حد كبير، مضمون ان انت عارف ان انت اخر الشهر هتاخد مرتبك مع السلامه. مناسب لبعض الناس، بس انا لا، يعني انا كأنس شخصيا لا انصح بيه تماما. انت كفنان ليه الفول تايم مش عايز فول تايم؟ حاجتين، انت هتشتغل نفس الشغل كل يوم، مش هتيجي في مره تقول انا عايز ابقى اجمد فهسيب الشغل ده واعمل حاجه تانية. يمكن هقول لك انا حاجه، يعني يمكن لو حددنا الموضوع اكتر، بلاش وانت شاب وانت لسه متخرج تشتغل فول تايم. انت فرضا في اي حال من الاحوال، سواء انت مرتبط ماديا بحاجه او مش مرتبط، انت لسه صغير هتستحمل خبط ورزع وتروح هنا وتروح هنا وده يطردك وده يقول لك لا شغلك مش حلو وتتزنبق وحاجات كتير، اللي هو واحد يقول لك اعمل لي شغل فلان الفلاني، طيب في عربون، اقول لك هو في الطريق اهو، تبدا تشتغل، وبعد ما تبدا تشتغل تبعت له الشغل تلاقيه ما بيردش. فاتبهدل كتير. ليه تتبهدل كتير؟ عشان انت يعني في الفتره دي بتبقى حر، بتكتسب خبره كبيره وبتكتسب بقى حاجه ليك انت، بتعرف ازاي تتعامل مع الناس. عشان للاسف يعني النموذج اللي بيتخرج بيكون ذاكر كويس وشاطر، بيطلع منغلق شويه على المجتمع. يعني ما يتخيلش، يقول هو ازاي واحد يضحك عليا وانا مش متخيل ازاي هو قادر يعمل. لا، ما يقدر يعمل كده. لو انت ما كنتش ناصح بما فيه الكفايه، مع السلامه، مش فايدني بحاجه. وبعد كده افتح انت المكان بتاعك. يعني فكره انك تبقى حر ماليا برضو. في شغل في استبرق ان شاء الله، وفي حاجه انيميتد شغالين فيها تقريبا خلصت، شغالين فيها بقالنا فتره طويله جدا، 3 سنين تقريبا. وفي شغل ايه تاني مش فاكر بقى. نصايحك للفنان، اي حد فنان يعمل ايه؟ اي حد فنان اشتغل كتير، اشتغل على نفسك كتير قوي. ايه ومين وازاي؟ اشتغل، بس انت اشتغل. انت المشكله في انك اشتغل ساعه ولا 2 ولا 3 ولا 10، اشتغل على قد ما تقدر. كل ما تشتغل كل ما ربنا يوفقك وتبقى زي الفل. حاجتين نصيحه للنقاشين، قربوا شويه لاكتوبر عشان المكان بعيد قوي. لا، هو انا اول مره اجي، المكان جميل جدا وكل حاجه. مفيش نصيحه يعني انتوا جميلين جدا، فاهم؟ اللي هو حتى البرنامج، فكره البرنامج رائعه يعني. مش عايز تقول لهم اي حاجه تيجي من ورا الموضوع ده؟ اخر حاجه، لا، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وربنا يتقبل صيامنا وقيامنا ان شاء الله.